أهلا من جديد. معاكم إسراء أخصائية التغذية، واليوم رجعت لكم بوصفة كتير زاكية كسناك عالية البروتين وبتشبع وسعراتها جدا قليلة، كمان مناسبة لمقاومة الأنسولين ومرضى السكري. فيلا نشوف الطريقة. راح نحتاج لعلبة زبادي يوناني أي نوع متوفر عندكم، استخدامة هذا النوع مع بسكوت خالي من السكر. استخدموا كمان أي نوع متوفر عندكم مع جبنة كريمية وأي فاكهة حنضيفها كتزيين تشيز كيك، وقوالب حنضيف فيها وفانيلا وسكر ستيفا. في البداية نجهز القوالب. بالنسبة للبسكوت حنكسره ليصير ناعم. تقدر تستخدم بسكوت الدايجستيف اللي خالي من السكر، كمان كتير بيكون ممتاز، هذا سعراته جدا قليلة وخالي من السكر. حنضيف طبقة أولى من البسكوت بعد ما هرسناه، وبعد هيك حنجهز الطبقة الثانية وهي طبقة الزبادي، بتكون كريمية وطعمها كتير زاكي. ليش نستخدم الزبادي اليوناني؟ أولا عالي البروتين، تاني شغلة ما بيعطي مرارة للوصفة غير عن الزبادي العادي. حنضيف عليها شوية فانيلا وكمان سكر ستيفا، ممكن نستبدلها بالعسل. هنضيف ملعقة صغيرة من الجبنة الكريمية، تقدروا تستخدموا بدلها جبنة كيري أو جبنة مثلثات، أي نوع متوفر عندكم عادي ما في مشكلة. بيعطيها طعم كتير زاكي وبيعطيها قوام كمان تقيل للطبقة الثانية. نحرك كل المكونات مع بعض لنصل للقوام الكريمي، هيك بتكون صارت جاهزة معنا. تقدروا تزيدوا حلا أو تقللوا حسب رغبتكم طبعا. بعد ما صارت جاهزة حنضيفها على البسكوت. عملت طبعا كميتين، الكمية الواحدة بتكون سعراتها قليلة لأنه احنا قسمنا المكونات على طبقين، ونقدر ناخدهم خلال يومين عادي، بتضلها بالثلاجة، وكل ما كانت في الثلاجة كل ما صارت أذكى. السعرات الحرارية قليلة جدا بسبب المكونات اللي استخدمتها، وكمان انه عالية البروتين، في الكمية الواحدة فيها 8 جرام بروتين، كسناك يعتبر جدا ممتاز، وبتكون مشبعة يعني ما منجوع بعدها او منشتي حلا. بعد ما ضفنا الزبادي حنضيف الطبقة الثالثة من البسكوت المكسر، وبعدها هيك حتكون صارت جاهزة لنضيف الفاكهة المفضلة عنا. استخدموا أي فاكهة موسمية مثلا فراولة، وطبعا تختلف السعرات، المانجا شوية عالية بالسعرات ولكن طعمها كتير زاكي، وإحنا بنستخدم كمية صغيرة. طالما بنستخدم كميات مناسبة ما في أي إشي ممنوع. وهذه الحبة حتتوزع على مقدارين، فتقريبا بتكون سعراتها جدا قليلة غير انها كمية صغيرة. تقدروا تستخدموا مثلا فراولة او مربى صحية، اي حاجة انتم بتحبوها بتقدروا تستخدموها. أنا كتير بحب خلال فترة الدايت نعمل سناكات صحية، نتعلم كيف نوازن أكلنا وندخل أشياء بنحبها علشان ما نحس بالملل، وكمان نخليه كأسلوب حياة، لأنه أكيد بعد ما نخسر الوزن بدنا نحافظ عليه. وهذه الطرق وهذه الأساليب بتساعد على حفاظ الوزن. أنا شخصيا محافظة على وزني من سنة تقريبا، وباكل كل الأشياء اللذيذة والحلوة زي هاي الأشياء، وبنفس الوقت كتير بكون مبسوطة وأنا بحضرها، وما بيكون حس أبدا بالحرمان. فضروري تتبعوا هذا النظام، نظام المرونة، ما تحرموا حالكم من أي حاجة بتحبوها، وفي نفس الوقت تستمتعوا برحلة خسارة الوزن وشوفوا نتائج حلوة. وهيك صارت وصفتنا جاهزة، لازم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. كانت كطبقات وطعمها كتير زاكي، ما حتتخيلوا، يعني ممكن مكونات بسيطة ولكن الميكس تبعهم كتير زاكي. وبس هذا كان كل شيء لليوم. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتكتبوا لي بالتعليقات ايش حابين تشوفوا وصفات جديدة. مع السلامة واشوفكم بفيديو جديد.